دي قناة جامدة يا جماعة، شايفين الطرح؟ يلا شايفين اختي تشبه مايا خليفه. شوفوا لبستها النظاره يا اخي، لبستها النظاره. اختي تشبه. الولد ملبس اخته زي شيماء. يا لهوي، عضلات المفروض يكون هنا مو هنا. اختي دقت ابره. ابره ايه يا هبل يا ابني يا متخلف يا ابني؟ بتصور اختك من ورا. انت قلت عليها مايا خليفه، انا بسالك في ايه انا؟ واتساب. ازيكم يا شباب؟ فيديو النهارده جوله في التيك توك. عشتوني اخر فيديو يا جماعه، كومنتاتكم خدها بجد. ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوه دي؟ شفت كميه حب انا ما شفتوش. هجيب لهم معنى ايه قوي ما شفتوش لحد بيحبوا لحد زي ما بتحبوه ليا. حلوه صح؟ واللايكات يا لهوي على اللايكات. عرفت ليه يا جماعه اللايكات ما بقتش عاليه زي الاول؟ بسبب ان اليوتيوب عامل لكم خاصيه ان انتوا تتفرجوا على الفيديو من بره من غير ما تخش على الفيديو اصلا. فانت هتعمل لايك ازاي اصلا من غير ما تخش؟ تسلم يا يوتيوب، ماخدها بسببك. تقول لي مش عارف اللايكات بتقل ليه. بمناسبه اللايكات بقى، الفيديو اللي قبل اللي فات خلاص داخل على يعني عدى 30000 لايك تقريبا. هعمل لكم فيديو الفسيخ الفيديو الجاي. مش عارف انا عاملها ازاي والله، بس يعني انا هنحاول. يا ريت برضه انت بتتفرج على الفيديو ده من بره خش جوه اعمل لايك. تقعد تقول لي يا احمد انت ليه ما بتعملش فيديوهات زي الاول؟ ها انت ليه ما بتخشش على الفيديو زي الاول؟ طب ركز معايا، لو انت حابب تعرف حاجات بتحصل على الكوكب بتاعنا انت اصلا ما كنتش تعرف عنها حاجه لان حضرتك نايم على ودانك، هسيب لك تحت في الديسكربشن قناه الكوكب. القناه دي يا جماعه بتقدم فيديوهات حاجات اصلا بتحصل على الكوكب بتاعنا احنا عمرنا ما سمعنا عنها قبل كده. القناه حرفيا متعوب عليها، فريق كامل بيشتغل عليها مش شخص واحد بس، وهتحس بالتعب ده لما تتفرج على الفيديوهات. هسيب لك لينك القناه تحت في الديسكربشن، انزل واشترك فيها ويعني قول لهم جاي من طرف احمد والجو ده. ونكمل الفيديو بتاعنا. يا بنت الحلال البنت ملك، بنتي مش عايزه تروح الحضانه، ممكن فيديو هي بتحبك وهتسمع كلامك. ملوكة يا جميلة يا صغنونة انت يا حلو. اتغنى انت على روحي الحضانة والبسي الشنطة الجديدة والبسي الهدوم. والبس الهدوم، البس الهدوم الحلوه الجميله كده. احنا نكلم الاطفال. كان زمان ممكن نكلم الاطفال كده فيسمعوا الكلام، لكن دلوقتي الاطفال انصح مني ومنك. ما نكلمه كده يقول عليك متخلف وهبل، مش يسمع كلامك. ملوك حلوه يا جميله، روح الحضانه روح الحضانه. والله ما بتنمر ولا حاجه، بس انا بفهمك ازاي ايه تتواصل مع الطفل. الطريقه دي ما عادش بيجيب نتيجه. في فيديوهات كتير متمنشنه فيها لطنط ياسمين عز. هي عملت حاجه تاني؟ مفيش ولا حلا ولا حته حلويات باسم الراجل، كلها باسماء ستات. شيء غريب عجيب. حاجه تقرف بجد والله العظيم. واحد نفسه ياكل ودان احمد، بربور محمد، حاجات كده تفتح النفس. خد عندك اه ام علي اه ست، ام علي ست. صوابع زينب ست برضه. صوابع زينب برضه ست فعلا. طب بما ان في صوابع زينب ليه ما فيش ضوافر محمد؟ يبقى اسمك حدقت بضوافر محمد وحليت بصوابع زينب. بجد والله انا اول مره اخد بالي من التفرقه العنصريه دي يا طنط ياسمين. غزل البنات بنات وست، شعر البنات ست، مهلبيه ست. في اكله اسمها شعر البنات؟ ده مين اللي بياكلها؟ مفيش حلويات باسم الراجل ليه؟ يا طلعت تتكلم في قضيه انسانيه والله العظيم. حلويات باسم الراجل يا عالم يا كفره. حلويات باسم الراجل. اخش عند بتاع الحلويات الاقي كل الحلويات الا الاقي اسم راجل مش لاقيه. لا اله الا الله. الرجاله ازاي ساكته على حاجه زي كده؟ ساكتين ازاي ان مفيش حلويات باسمكم؟ ويا ريت لو هنعمل اسامي حلويات باسم الرجاله تكون الاسماء الشائعه زي احمد. ويا ريت نخليها ودان احمد. نعمل قطايف على شكل وداني كده مثلا. نكون تكون معموله على شكل وداني كده، ويكون ايه حشوها كراميل يعني، فاهم اللي هو كأن القرف بتاع الود. يخرب بيت القرف. احلي بايه؟ احلي بودان احمد كده. اول مره اجي في صفك. لا بجد ليه؟ مش عارف ليه ما يكونش عندنا طبق حلويات اسمه ابو احمد؟ لمستيني قوي، لمستيني في دي. تاكل ايه؟ اكل ابو احمد. تقعد كده على القهوه مع اصحابك تقول له الوليه عملت لي النهارده طبق ابو احمد. يا لهوي لازم تدوق ابو احمد. ابو احمد ناقص سكر بجد. لا ما كانش عاجبني. زي ام علي كده، ام علي او صوابع محمد زي صوابع زينب. لا خلينا بقى نختلف بقى يا طنط ياسمين. خليها ضوافر محمد مش صوابع محمد. يعني مش حلو اروح اكل صوابع محمد. اكل ضوافر كويس ارقط فيها عقبال ما اكل صوابع زينب. هي مش احسن منه في حاجه. عيون محمود، طبق كده عيون محمود. الله. تاكل ايه النهار؟ اكل عيون محمود. ممكن نتغدى وراك محمود ونحل بعيونه. اقسم بالله تجيب لي جلطه انت صعب. حواجب مصطفى. حواجب مصطفى بس فيها شعر دي مش حلوه. لا حواجب مصطفى. اكل حواجب مصطفى ليه؟ النبي لو طعمها شهد ليه اكل؟ شوفي حتى شهد اسم بنت ليه اكل حواجب مصطفى؟ طب ما نعمل اكله تانية اسمها رموش السيد. لا اسمها لطيف. غزل الرجال اشمعنى فيه غزل البنات ولا غزل البنات؟ والله العظيم صح. مفيش ليه غزل الرجال. تلاقي البياع الحلويات اللي ماشي في الشارع ده اللي بيبيع غزل البنات تنده عليه بدل ما تقول له عايز كيس غزل بنات تقول له لا اديني غزل الرجال. قال لك معيش غير بنات قول له لا انا عايز رجال. غزل الفرعون غزل او غزل الفرعون. غزل الفرعون او شقه الفرعون ممكن ناكلها برضه يبقى لونها بني كده جميل. كلت النار خلت شقه الفرعون ويكون طعمها نوتيلا بقى يا سلام او لوتس باذن الله. لو ربنا كرمني وفتحت محل عامل شقه الفرعون دي حاجه اساسيه لازم تيجي وتدوقيها. اختي تشبه مايا خليفه. شوفوا في فاشن شو. اختي في فاشن شو. شوفوا جسم مثالي وكل شيء مثالي في اختي. ايه ده بجد؟ انا
انا سمعت صح، يقول لك اختي تشبه مايا خليفه جسم اختك بجد؟ شوفوا في فاشن شو، اختي في فاشن شو، شوفوا اوه جسم مثالي وكل شيء مثالي. اخته لفت ظهرها فبيقول جسم مثالي يخرب بيتك. ده فعلا هي اخته، الناس دي كنت اتكلمت عنهم اصلا من سنتين تقريبا. اختي تشبه مايا خليفه، شوفوا لبستها النظاره يا اخي، لبستها النظاره. اختي تشبه الولد ملبس اخته زي شبه، يا لهوي، يقول لك اختي شبه مايا خليفه يخرب بيتك. فينا كومنت هنا قاتلني ضحك، هوريكم بس حته منه وانتوا كملوا الباقي. هل صاحب الحساب وبعدين كاتب نعم. هو فعلا هو كده بجد؟ ايه ده؟ طب دول خلايجه ولا ما اعرفش جنسيتهم ايه، بس عايشين ازاي في البلد والناس بتشوفكم في الشارع ازاي؟ تصور اختك بتقول شبه مايا خليفه، انت هبل؟ تعرف مايا خليفه دي ايه؟ هو عارف اكيد، انا بسال. تشبه مايا خليفه، مايا خليفه. تعالي وريني مره ثانيه. الله، ده بطل العالم. رفعهم رفعه بنت لذينه، مركب جزء قرايلي يخرب بيتهم. جبت افخم كيكه لاختي، شوفوا الكيكه. الولا يخرب ايه ده؟ هفقد النطق يخرب. انت بتعمل ايه يالا؟ كيكه فيه باذنجان وخياره وموزه يا اختي يا اختي. اختك والله ما شكلهم بيتحوروا، مش اخوات. استحاله يكونوا عرب يا جماعه، دول عرب. طيب يا اختي شوف المحتوى اللي بيعملوه ده محتوى نجس، بيقدم المحتوى بهدف ان اللي علانيته ما يفهمش حاجه، بس اللي فاهم هيفهم من الفيديو وسخ وسخت الدنيا. اختي دقت ابره، شوفوا اختي دقت ابره. ايه ترى احنا كلنا شفنا اختي دقت ابره، الدكتور قالها بتكبر بعد 3 ايام، هذا اول يوم لها. بيقولوا ان اخته خدت ابره عشان تكبر البيت. اي حاجه اخته بتعملها بيصور وينزل على طول. يا رب ما تاخد دش، يا رب ما تاخد دش. نفسك بعدين تتكلم علي. قال لي عندي عضلات الرجوله. عضلات المفروض يكون هنا مو هنا. اختي دقت ابره. ابره ايه يا اهبل يا ابني يا متخلف يا ابني؟ انت بتصور اختك من ورا، انت قلت عليها مايا خليفه. انا بسالك في ايه؟ انا تسفخس على على خلفه. يا ريتهم كانوا راحوا داهيه ولا جيت انت. اهل السعوديه، يعني انت سعودي ما بتقيموش عليه الحد ده ليه؟ سايبينه ليه كده؟ امك مسيحيه، كانت مسيحيه اسلمت على يد الغالي. على يد ابونا. اي الله يحفظها لنا. هو ليه متوترين؟ ولا الواد ده مش طبيعي؟ في حاجه في عقلهم؟ طيب ده 100%. انيق وجهك يا اخي. يعني حلو، يعني وشك وشك حلو. الله يسعدك، شكرا. انت انسان طيب، قلبك ابيض. شكرا مره، شكرا على الكومنت الحلو. الفيديو اللي بعده. انا احب اختك. انا احب اختي. اعمل لك ايموجن هو اكيد هيتبسط بحاجه زي كده. الله يسعد امك يا اخي، انت شخص عظيم. الله يسعد امك. شكرا لك على الحب. حنا بعد الله يسعدك. كلكم. شكرا. فيديوهاتهم مريبه قوي. وهذه هند القحطانيه من ورا نحفت مره. انت الاول على المدياسه يالا؟ ها؟ الاول؟ انت شكلك كنت كل سنه الاول. شوفوا هند القحطاني في دبي، لقيناها اخيرا. الولد بيصور اخته من اماكن بجد. ايه ده يا جماعه؟ مش طبيعي. الناس اللي من بلدهم تعرفني العيال دي دنيتها ايه؟ فعلا هم كده ولا في حاجه غريبه؟ هم مش من هنا وبيمثلوا ان هم عرب وهم مش عرب. ما فيش حد عربي هيعمل كده. لو حد شافه في الشارع حرفيا ودمه حامي هيمسكوا يفشخوا على اللي هو بيعمله ده. ثانية واحدة مانيش داخل السين، لا انا بجرب سكة جديدة فبهبل في المزيكا فانت خير يا جدو، في ايه؟ داخل السين ايه؟ طيب خش الجامع، خش الجامع صلي لك ركعتين بس ينفعوك. خلاص لم يتوقع في العمر بقية. ضل التركي. الواد ده على فكرة انا بكراش عليه من زمان بجد والله العظيم. شوف بكراش عليه من شوية، بكراش عليه بسبب الحاجات اللي بيعملها دي والله. بهزر احنا رجاله قوي. السلام عليكم، ازيك يا جماعه؟ عاملين ايه؟ انا النهارده لما صورت الفيديو ان انا طالعه في قناه البيروت. انا سمعتها الاول قناه البريود بس بس هي اتضح ان هي قناه البيروت محتاجه بس تركز في السمع شويه. معلش انا مش فاهمه انا اصلا ليه اتعمل فيا كده من غير اي سبب. طلبوني الاعداد عشان اطلع اللقاء ده. على العموم الاعلامي تمام حاطط رجل على رجل. الله الله الله. كميه التناكه، كميه الانتقادات. الله الله الله. انا لسه افهم. انت حضرتك تعرفني؟ انت مجرد تعرفني كسوشيال ميديا كبلوجر عادي. طب ليه تنتقدني بالطريقه دي؟ جايبني وبيهزقني بجد. مش فاهمين يا جماعه يعني والله راجل محترم، راجل محترم. يعني احنا ازاي وصلنا بالمرحله دي بجد؟ ده انا صاحبي كان معايا مصور اللقاء معايا على التليفون بيهزقني وبيكلمني باسلوب وحش
وهو اللي زعلان وهو اللي متضايق جايبني عشان يهزقني. والله العظيم قناه البيروت دي مش كويسه من زمان. وقناه البيروت كان فيها اعلاميين نضاف. ايه اللي حصل بقى؟ اعلاميين بقى يحطوا رجل على رجل ويجيبوا مواهب شابه زي دي ويهزقوها ليه؟ فاهمين يعني ايه؟ هو اعلام المصري بقى كده ان احنا نجيب بلوجر ونهزقها؟ ازاي كده؟ ازاي؟ فين انا اشوف لقائك على قناه البيروت فين؟ لازم ان انا اطلعها وحضرتك جايه يعني انت اوريدي ما تعرفش انت هتطلع. دي قناه جامده يا جماعه. شايفين الطرح؟ يلا شايفين انت شايف؟ اقسم بالله حمام القطورات انضف من كده. جايبين لوحتين من مكتبه لازقينهم على ابلكاشتين. شوف الترابيزه من تحت عامله ازاي، وحاطين عليها لوح ازازي حبه عيني سارقينه من ترابيزه سفره حاجه زي كده، وكرسيين مكتب معفنين، وواحد لابس بدله اعلامي وجايب بلوجر وكاميرا وستاند. بقى عندنا قناه، هي قناه مصريه وهي قالت اعلام مصر، نسميها بريوت ليه؟ ليه؟ بعتذر لكل الساده المشاهدين، بعتذر لكم ونختم الحلقه على كده. بعتذر لكم يا جماعه. ده تراضى على الهوا. ما ينفعش كده. جمهور قناه البريوت هيزعل. ما انت جاي تهزقني بجد مش لا زعلتها كده وراح تنزل البسين. والله حرام عليك، والله حرام. هتبرد دلوقتي كمان. ايه اللي انت لابساه ده؟ هو انت المفروض لابسه حاجه مثيره بس مش عارف ايه. مفيش اي نتيجه جايه. استاذه ما ينفعش تمشي. يا استاذه مش ينفع تمشي. تكمل الحلقه؟ ازاي هزقني كده؟ ازاي ايه اللي بيا كده؟ يعني ينفع كده؟ انا نفسي افهم ينفع كده؟ اللي انتوا بتعملوه ده. هو انت كنت واقفه ورا مستنيه؟ انا اسفه يعني لا، يعني لما داخلة انا تاني، فيديوهات فاهم؟ على السوشيال دي المشكله. دي دخلت تاني. لو طلع بره وقفت بركه شويه. ربي ينده عليا، ربي ينده عليا. والله العظيم ما اسلوب. من امتى اعلاميين قناه البريوت وهي كده؟ فين الاعلام النظيف بتاع قناه البريوت زمان؟ بيكملوا بقى اللقاء بعدها. انا احلى بنت. شوف بيظبط الستاند ازاي على الهوا كده. انا بقول على نفسي انا ماليش دعوه بالباقي. انا ماليش دعوه بالباقي. ولا مش طايق نفسه اصلا. بعدين ده لبس مذيع. ده منظر مذيع. حاسك محصل نور مفتش حاجه زي ما حاجه من دي. بجد الترابيزه هتجنني. انتوا مجمعينها ولا انتوا جايبينها ازاي ولا عاملينها من الزباله؟ ايه المنظر ده بجد؟ زي قناه محترمه زي قناه البريوت تبقى كده بجد. انا مش فاهم. انا مش فاهم. انا اجمل واحده في العالم، انا ما اعرفش ايه، انا ايه، وفي الاخر خالص انا بستفز، بلم مشاهدات، بلم متابعين، بلم ناس، بلم جمهور. هو مش المذيع بيبقى معاه ورقه كده حاططها كده اللي هو بيبقى كده بيقول كلام منها؟ فين الورقه؟ وقعت منك ولا ايه؟ فين الورقه؟ المفروض يبقى مكتوب عليها قناه البريوت كده. هي فين؟ عايزين نطلع فاصل ولا نكمل الحوار؟ لا اتفضل. اطلع في فاصل كمان في قناه البريوت. والله انتوا اتطورتوا قوي. ازاي في فاصل؟ انت عرفت ازاي حوار فاصل ده يا اسطى؟ عرفته منين؟ سيب فشخ. انت كمان دفاع دلوقتي. لو انت مش مشترك في القناه يا ريت تشترك علشان دي حاجه مهمه جدا. قربنا نخش 2 مليون ولسه بدري بس قربنا. شوف العضلات لا. فيا ريت تشترك في القناه لو انت مش مشترك، وتعرفنا رايك تحت في الكومنتات او اكتر حته عجبتك في الفيديو. ما تنساش انت في الفيديو انت مش عندك شوف القناه شوف باي باي. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off and get lost.